يا صباح الورد والفل والياسمين على عينكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. فضلا منكم اللي اول مرة بيشوفني او اول مرة بيتابعني، يا ريت اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لناس كتير، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل قصة جديدة. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: انا دكتورة تحاليل، ماليش غير امي في الدنيا. ابويا انفصل عن امي وانا سني 5 سنين، اتجوز واحدة تانية وما كانش بيحب يشوفني، وكانت مراته لما اروح عندهم دايما تضربني ودايما تفتري عليا. فبابا قرر ان هو بعد ما جاب ولاد منها ان هو ما يعرفناش ولا يصرف عليا وسابني انا وامي. المهم احنا عزلنا من المنطقة اللي كنا فيها، ومامتي كانت بتشتغل عليا لغاية ما علمتني وبقيت دكتورة واقفة على رجلي. مامتي كان لينا اهل يعني، بس كانوا عايشين في الارياف، كنا بنروح في الاعياد فين وفين لما بنروح، وكان كل ارتباطنا بيهم بالتليفون مش اكتر من كده. كان ليا ابن عم كان كل علاقتي بيه من بعيد، ازيك لان هو كان عايزني وانا رفضت ان انا اتجوزه، ومن ساعتها علاقتنا اتقطعت ببعض. انا بقول لكم حكاية ابن عمي دي ليه؟ عشان هتيجي دورها في الاخر. المهم مامتي كنا انا وهي عايشين مع بعض لوحدنا، وكانت ست كبيره ودايما بتيجي عندي المستشفى تعمل تحاليل، وكانوا معايا زمايلي في المستشفى عارفينها. وكان في زميل ليا في الاداره كان دايما بيقف جنبي، وكان دايما هو يجري يسند مامتي اما تيجي المستشفى تعمل التحاليل، وكان متصاحب علينا يعني. ومره واحده لقيت نفسي حبيته وطلب ان هو يجي يخطبني. خطبني فعلا، وبعد الخطوبه بشهر مامتي توفت. ما بقاش ليا اي حد في الدنيا، ولا بابايا اعرف عنه حاجة ولا اعرف له طريق، ولا ليا اخوات ولا اي سند ولا ظهر. خطيبي لما جه اتفق معانا كان المفروض ان احنا هنتجوز في بيت العيلة، بس لما رحت عندهم مرتين 3 وزرتهم، مامته ست قوية شخصيتها قوية، وهي اللي ماشية الدنيا كلها وماشية السلايف تحت رجليها. حتى بنتها ساكنة معاها في نفس المنطقة، بس جوزها قطع علاقته بيها نهائيا، حكم عليها ان هي ما تروحش عند مامتها وهي تتخرب بيتها، يا اما تقطع علاقتها بمامتها. فهي فضلت جوزها واختارته وقطعت علاقتها بمامتها، عشان حماتي فيها عيب واحد: طول ما احنا قاعدين حبايب وحلوين جدا، مسافة ما تلف ظهرك بتتكلم عليك، ده فيك وفيك وفيك، وتطلع فيك القطط الفطسانة. هي ده العيب الوحيد اللي فيها، ان هي ست لسانها صليط زي ما بيقولوا، وغلطة، وما بتحترمش حد ولا حتى الحلو ولا وحش. المهم رفضت جدا ان انا اتجوز في بيت العيله، وقلت لخطيبي: لو انا هتفضل تتجوز في بيت العيله وان انت مصمم على رايك، انا هفسخ الخطوبه وخلاص، كل واحد فينا يروح لحاله. انا مش هقدر اكمل ولا اتجوز في بيت العيله، ده كله مشاكل وكلهم بيتكلموا على بعض، وانا ما بحبش كده، وممكن تحصل لي مشاكل كتير، وانا وحدانيه وما عنديش سند ولا ظهر ليا، فانا عايزه شقه بره. موافق؟ اهلا وسهلا. قال لي: بس انا الفلوس اللي معايا ما تجيبش شقه، انا كنت يا دوبك عامل حساب الشقه اللي احنا هنتجوز فيها ببيت اهلي، ما عملتش حساب ان انا اخد شقه بره. المهم قلت له: لا انا هساعدك، انا معايا قرشين وانا تحويشت العمر وفي دهب مامتي، ونجيبوا شقه بره ونفرشها ونتجوز فيها. كانت حماتي متضايقه جدا من الموضوع ده، وكانت متاكده ان انا اللي اقنعته بكده. قلت لها: لا انا ما بحبش التدخل، خلاص احنا هناخد شقه بره ونعيش بره، وانا هساعده النص بالنص. قلت له: نكتب الشقه باسمي وباسمك. قال لي: لا انا راجل وما احبش حاجه الحاجه اللي اقعد فيها تبقى باسم مراتي، انت اخترتي ان انا اجيب لك شقه وان انت هتساعديني، بس الشقه هتتكتب باسمي. بصراحه ما اديتش اخوانا وقلت تمام. كتبت الشقه باسمه وكل حاجه جبناها في الشقه حتى العفش. بقى قعدت 2 سنين انا وهو ندفع في اقساط الشقه ونسد فلوس العفش وكل حاجه لحد ما الدنيا بقت تمام. مرة واحدة حماتي تعبت، طبعا كانت اسلوبها مع سلايفي وحش جدا وجوز بنتها، فكل الناس ابتدت تبعد عنها، بس كانوا بينزلوا لها غصب عنها. لما مرضت وتعبت كله بعد عنها حتى ولادها، ما بقاش في غير جوزي اللي احنا عشان بعاد كان بيحب مامته جدا، فحكم عليا ان انا اروح اقعد مع مامته. قلت له: انا مش هسيب شغلي واقعد مع مامتك، انا بشتغل وواحده دكتوره اضيع كل السنين دي. قال لي: بصي انا عمري ما قصرت معاكي في حاجه وعمري ما ضغطت عليكي في حاجه، بس دي امي ما اقدرش ابقى اسيبها، خلاص انا هروح اقعد معاها وخليكي بقى انت هنا. بس وحصل مشاكل كتير، فقررت ان انا اروح اقعد معاها، طبعا ماليش غيره، هي انا وهو. وفضل يتحايل عليا ويقول لي: معلش عشان خاطري، دي امي وكلهم رموها وكلهم مش عايزين يقعدوا معاها. قلت له: بس انا ما بحبش الكل والقال، ومامتك ما بتشكرش حد. قال لي: عشان خاطري وعشان مش عارفه ايه. المهم اقنعني ان انا اروح اقعد معاها.
قعدت معاها فعلا وبقيت بين شغلي وبينها. حصلت حالتها ابتدت تتدهور، طلب مني ان انا اسيب الشغل واقعد بيها عشان خاطره، وهو ملهوش غيري وانا الوحيده اللي في ظهره وانا الوحيده اللي متعلمه. حتى سلايفي مرضوش يقعدوا معاها ولا يشيلوها وقعدوا يتريقوا عليها، احنا نقعد نخدمها ليه؟ دي عمرها ما قالت لنا كلمه مأسيه رجالتنا علينا. المهم حتى ولادها الصبيان لقيتهم برضو ما بيسالوش عليها، هم وطالعين ازيك ياما ويطلعوا على شققهم، غير كده ما بيعملوش. المهم قلت له تمام، بس طلب مني ان انا استقيل من الشغل واقعد معاها بقى ما اشتغلش نهائي. قلت له انا مش هقدر اسيب شغلي واسيب تعب السنين. قال لي عشان خاطري، ومهم اقنعني وفضل يتدحلب لغايه ما انا فكرت سبحان الله، بقيت استخير ربنا، لقيت ربنا الهمني ان انا الدكتور صاحب المستشفى وكل الشغالين الاستاف بصراحه بيحبوني جدا، وما بيحبوش جوزي لان اسلوبه متكبر كده، بيتعاملوا معاه ازيك من بعيد، لكن انا كنت متدخله مع الكل. فمدير المستشفى وصاحب المستشفى اقنعني، قال لي بصي انا هقول قدامه ان انت استقلتي ونكتب استقاله سوري كده، بس انت ما استقلتيش وهقطعها قدامك مسافه ما هو هيعرف بس ان انت استقلتي. قلت له تمام وخدي اجازه بدون مرتب. قلت له حاضر. وفعلا سبحان الله عملت كده وفهمت الكل اللي انا استقلت من المستشفى وبقيت قاعده مع مامته. حكم عليا ان انا ما اروحش شقتنا عشان خاطر افضل مع مامته ليل ونهار. وفي يوم وانا قاعده فبحضر الغدا وهم قاعدين مع بعض في الاوضه، سمعته بتقول له يا ابني ما تتجوز، انا عايزه اشوف لك عيل. قال لها مفهم مامته ان انا ما بخلفش، مع ان احنا عمرنا ما رحنا لدكتور، مع اني انا على طول بعمل تحاليل لنفسي بحكم ان انا دكتور التحاليل، ففاهمه ان انا ما عنديش عيب والحمد لله. ومره من المرات رحت المستشفى وعملت تحاليل ليا عشان اتاكد، وقبل الجواز عملنا تحاليل وكنا احنا الاثنين تمام. كان جوزي عنده دوالي ممكن هي اللي تكون منع الخلفه، وبحكم ان احنا قاعدين مع مامته ما كناش بنجتمع مع بعض كتير، ففهم مامته ان انا اللي ما بخلفش، ان انا يتيمه، وان هو واقف في ظهري، ان هو مش هيقدر يضحي بيا عشان هي بتخدمني، ان انا بخدم امه يعني. وبقيت متضايقه منهم جدا، بس بان على وشي. قال لي في حاجه؟ قلت له لا انا عندي صداع ومش قادره والكلام من ده، يعني بقيت اداري الموضوع. فلقيته بتقول له يا ابني اتجوز في الشقه، ما انت كده كده هي قاعده معانا، واقعد جيب اللي انت عايز تجيبها واتجوز في الشقه، انا عايزه اشوف لك حته عيل قبل ما اموت. بصراحه كلامها وجعني قوي، وبقيت كل يوم والتاني اروح الشقه وهو مش موجود، بحجه ان انا بجيب اي حاجه من الصيدليه. ان انا رحت افتح بالمفتاح ما لقيتش الكالون بيفتح، فجبت البواب بقول له في ايه الكالون مش بيفتح ليه؟ قال لي ده الاستاذ غير كالون الشقه والاستاذ اتجوز من اسبوع. من اسبوع؟ قلت له طب ما تقولش اللي انا عرفت. المهم اتصلت بقريبي قلت له ده حصل كذا كذا. قال لي طب سيبهولي. قلت له طبعا ما تتصلش بيا غير لما انا اتصل بيك عشان ما حدش يحس بحاجه. ابن عمي ده كان امين شرطه، كان اسلوبهم بقى انتوا عارفين، هيجيب لي حقي هيقف في ظهري. قال لي مالكيش دعوه بالموضوع، انا هجيب لك حقك، انا هبقى سندك وظهرك ومالكيش دعوه، بس بشرط لما اطلقك منه تتجوزيني، انت عارفه ان انا طول عمري نفسي فيكي ونفسي تبقي مراتي. قلت له تمام. كنت عايزه اعمل فيه اي مصيبه واجيب حقي باي طريقه، وتعب السنين اللي انا دفعته معاه في الشقه كنت عايزه اخده. حماتي كان عندها شنطه صغيره كانت طول عمرها حاطه فيها الذهب والفلوس ومجوهراتها وكل حاجه تخصها. اخدت الشنطه دي بحجه ان هي تعبانه، قلت لها انا هشيلها لك، ستات ولادك بيجوا حاجه تضيع منها تقولي ان انا اللي خدتها، وما حسستهاش ان انا في اي حاجه، رغم ان انا مش طايقاها وبخدمها غصب عني. والست حالتها اتدهورت والشنطه كانت معايا، وما عرفتهوش ان انا عرفت اي حاجه عن موضوع جوازه. والفلوس والذهب بقوا معايا، والست توفت ولغايه دلوقتي الفلوس والذهب معايا. ابتدى قريبي ده حط له في شنطه العربيه كيس مخدرات ولبسه قضيه مخدرات مقابل ان هو يتنازل لي عن الشقه. لو ما تنزليش عن الشقه هيخليها ماشيه القضيه وخلاص على كده. المهم هم ليهم طريقتهم ان هو يطلعوا بره القصه دي. قلت له انت ضحكت عليا واتجوزت في شقتي اللي انا جايبه نص حاجتها واللي انا دافعاها بتعبي وشقايه. المهم تنازل عن الشقه مقابل ان هو يطلقني وان انا اخد الشقه باسمي، وكتبها فعلا باسمي قصاد القضيه. وفعلا خرجوا قريبي ده من القضيه، وشنطة الذهب معايا، وبيقول لي لا شنطة الذهب دي ما ترجعهاش ولا الفلوس ترجعيها، ده حقك وخدمتك للست دي طول السنة اللي انت قعدتيها واخدتي اجازة من شغلك بسببهم، وفهمتيهم ان انت استقلتي، لا ارجعي شغلك وبينين لهم ان انت احسن منهم وما ترجعيش الشنطة، ده الذهب ده حقك. قلت له بس جوزي عارف ذهب امه، افرض انا شافه معايا ولا حاجة. قال لي لا روحي بيعي الذهب وجيبي لك ذهب جديد وحطيهم البسيهم في ايدك، وكده كده احنا هنتجوز، وقولي ان انا جايبهم لك.
انا مش عارفه اعمل كده ومش عارفه اتجوزه ولا لا، ولا خلاص الشقه بقت باسمي ابيعها واخد شقه في مكان تاني وابعد عنهم كلهم وما اتجوزهوش ولا اجي ناحيته، لان انا اساسا مش بحبه. اللي يخليه يعمل كده مع الراجل يلبسه تهمه ممكن يلبسني انا اي تهمه، انا مش عارفه اتصرف ازاي ولا عارفه اتعامل معاه ازاي، ومش عارفه ارجع شنطه الذهب والفلوس ولا اخدها انا. بص حبيبتي، شنطه الذهب والفلوس دي امانه في رقبتك، لان الست كانت مأمناكي عليها. شنطه الذهب والفلوس دي ده ورثهم، ورث عيالها، مالكيش دعوه بيه، دي امانه اللي المفروض تديها لهم. لكن الشيطان اللي بيلعب في دماغك وابن عمك اللي هو قريبك ده توصلي لجهنم وبيضحك عليكي في الاخر، هو هياخد منك الفلوس ده وانت اللي هتشيلي الذنب. لا، موضوع جوازك منه ده تحليه بينك وما بينه، انت اللي اخترتي وانت اللي عشان يقف في ظهرك قلت له هتجوزك. ممكن يلبسك اي قضيه زي ما لبس جوزك. فموضوع احنا في موضوع الذهب، موضوع الذهب ده لا، دي امانه حماتك كانت سايباها لك، سايباها عندك. وموضوع خدمتك ده بينك وبين ربنا، ربنا هيجازيكي عليه خير. ما ينفعش ان انت تاخدي قصاده الذهب، لان انت اللي قبلتي ان انت تخدميها. فاجعلي الخدمه اللي انت كنت بتعمليها لها او بتخدمها لها في ميزان حسناتك، ربنا يقعدها لك في ميزان حسناتك ويجازيكي عنها خير ان شاء الله ويعوضك. بس الذهب ده لازم يرجع، والذهب ده ما تدلهوش لجوزك، لازم تجمعي اخواته كلهم الورثه كلهم ويكونوا قاعدين وتطلعي الشنطه وتقول لهم دي كانت امانه عندي، حماتي سايباها معايا وانا مش عايزه منكم حاجه، وادي ذهبكم وادي فلوسكم. لكن ان انت تاخديها وتطمعي فيها الله اعلم تخش عليكي بايه، ربنا مش هيسيب حقهم، لان دي كانت امانه، ربنا مش هيسيب الامانه اللي انت اخدتيها وطمعتي فيها، هتخش عليكي بحاجات وحشه كتير الله اعلم انت غنى عنها. رجعي الامانه لاهلها وعيشي حياتك بقى وابدأي حياتك من جديد. ومن رأيي ما تتجوزيش ابن عمك ده، عشان ممكن يعمل اي مصيبه وهيطمع فيكي وياخد الشقه وياخد الفلوسك اللي باقيه، هو بس عايز يديها بالدكتوره وخلاص على كده. وانتي دكتوره محترمه وبتشتغلي في مكان محترم، ممكن كمان تسيبي البلد كلها وتروحي تعيشي بقى، تأجري لك شقه في حته تانية وتشوفي لك مستشفى تانية، تخلي صاحب المستشفى يساعدك او اي زميل ليكي دكتور يساعدك ان انت تشتغلي في بلد تانية او في مكان تاني بعيد عن جوزك ده او طليقك، وابعدي بعيد عنهم وبشتري دماغك من المشاكل. او حاولي تدوري على باباكي وتخليه سند وظهر ليكي مهما كانوا. الورث ده لاصحابه، ما تشيليش وزر، ما تخليش الشيطان يلعب بدماغك. لا، ده مش حقك ولا فلوسك ولا حق الخدمه اللي انت عملتيها، انت اللي اخترتي تخدميها وانت اللي اخترتي تسيبي شغلك. رجعي كل حاجه لاصحابها عشان ما تبقيش انت شايله الذنب ويخش عليكي الفلوس دي الله اعلم ازاي. دي كانت حكايتنا وقصتنا النهارده، ترجع الذهب ولا لا، وتنتقم من جوزها اللي اتجوز عليها وتاخد شنطه الذهب والفلوس. دي كانت قصتنا وحكايتنا النهارده. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصه من عندكم، والسلام عليكم.